زي ما بقولها دايما وابدا، الحمد لله على نعمه الاهلي. اهلا بكم في حلقه جديده ومباراه الاهلي وبيراميدز. في العادي مش بتكلم عن الدوري المحلي، لكن هذه المباراه اللي فيها كلام بالعبيط، كلام كتير جدا، حلقه لازم تتعمل. يلا بينا. هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ. رونالدو. الماتش اللي بيبتدي بمنتهى الحماس هو طبعا تشكيل الاهلي. بيكون في حراسه المرمى الشناوي، رباعي خط الظهر كريم فؤاد، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح. قدامهم اكرم توفيق ومروان عطيه، ومعاهم حسين الشحات، رضا سليم وامام عاشور، وقدام حسام ابو علي. على الناحيه الثانيه تشكيل بيراميدز: الشناوي، احمد توفيق، محمد سامي، مرعي، الشيبي، فخري لقاي، ريد الكارتي، بلاتي توريه، مهند لاشي، مصطفى فتحي وفيستون مايه. المباراه اللي بتبتدي طبعا بالريتم العالي، طبعا معروف عن الاهلي في الماتشات المهمه، ياخد الكوره بينقل على طول 1 2 3، عايز يخلص بدري بدري. الكوره تفضل رايحه جايه من الاهلي، كور ونقلات، تبتدي المهارات الفرديه بتاعت اللعيبه تشتغل. طبعا قبل في التسخين اصابه طاهر، واللي اتبدل ونزل مكانه رضا سليم عشان يأدي مباراه قويه جدا. اداء من رضا سليم كان كويس شويه، كان بيبقى مش باين، وساعات كان بيعمل حاجات جميله عشان الماتش يبتدي. وطبعا الحركات والحرفنه بتاعت لعيبه الاهلي، وحسين الشحاتي اللي يشمس احمد توفيق مرتين، ياخدوا واحده كده وواحده كده، وتبتدي المهارات والكور بقى وحركات النادي الاهلي. والناحيه الثانيه بيراميدز اللي كان متراجع في الاول، عشان بعدها يبتدي بيراميدز يحاول يرد ويبتدي يفتح النقلات، ويبتدي بقى الشغل التكتيك وتغيير الخطط والحاجات دي تحصل. يقعد البيراميدز يعمل كام كوره خطيره، لكن الاهلي يقدر يسجل الهدف الرائع عن طريق حسام ابو علي. كوره تتقطع من الشيبي بغلطه منه، الشيبي حب يتحرفن عشان يقطعها من رضا سليم ويعمل فينت وباص جميل جدا لامام، وامام واحده بوش الرجل لوسام، وما كانش محتاجه غير لمسه من الهداف وسام ابو علي الفلسطيني عشان يسجل الهدف المباراة والهدف الوحيد والهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 28، عشان بعدها يستمر الأهلي وبيراميدز اللي يحاول ينتفض ويعمل كور خطيرة. التحكيم ليه فقرة في الآخر، بس بلاش دلوقتي نتكلم عليه. فيعني الشكوك اللي كانت في ضربة الجزاء، عشان الحكم يرجع للفار ويلغي ضربة الجزاء ويلغي أصلا الكورنر اللي كان مديها، ويبتدي بيراميدز يحاول كور وحاجات خطيره. فيستون مايلي اللي تقريبا ما كانش ظاهر في الماتش ده، فيستون مايلي احد اهم لعيبه بيراميدز، احد اهم اللعيبه في الدوري المصري الموسم ده، تقريبا ما كانش ظاهر اصلا. مصطفى فتحي كان بيحاول يظهر وكان له دور فعال شويه. فخري لقاي تقريبا كان في كل كوره كان بيبقى موجود، يعني اغلب الكور بلاقي فخري لقاي فيها، عشان ينتهي الشوط الاول بهذه النتيجه، عشان ندخل على الشوط الثاني وبيراميدز هو بقى اللي يبتدي بالريتم السريع، يبتدي واحده واحده. لكن برضو الاهلي بيفضل معاه كوره، شغل واداء عالي من الاهلي. الماتش ده ما كانش فيه تحضير كوره كتير، على قد ما كانت الكور بتتحضر وهي بتتنقل من النص اللي قدام على طول، والاهلي يفضل يحاول. وعشان الاداء التكتيكي والخطط بتاعت مارسيل كولر اللي بتبان، الاهلي في الكرات الهجوميه بيلعب بخطه 4 2 3 1. في الهجوم اكتر حسين الشحات ورضا سليم بيتقدموا، امام بيبتدي يبقى تحت وسام ابو علي شويه، مروان عطيه واكرم بيبتدوا يخشوا شويه، الاطراف بتدخل فبتلاقي انكماش لجوه، فبتلاقي الاهلي فيه قدام بتاع 5 ووراهم 3 واثنين القلب وواحد قدامهم، اللي هو بيكون في الغالب مروان عطيه، بيبقى ليه الادوار الدفاعيه. وعلى الناحيه في الدفاع الاهلي بيبقى شكله في الغالب في الدفاع، يعني بيبقى ليه شكلين، وده اللي لاحظته اغلب الماتش، ده الشكل اللي كان عمال يتكرر. يا بيلعب ب 5 4 1، بيلعب 4 4 1 1. وليه بقول 1 1؟ لان امام كان بيبقى تحت وسام شويه، مش بيبقى جنب وسام كان بيبقى قدام شويه. ساعات وسام كان بينزل يبقوا جنب بعض وكان بيطلع تاني قدام، فبيبقى في بينهم فرق 4 4 1 1. والاكتر كانت بالذات في الاخر لما ابتدى المباراه قربت على الانتهاء كانت بتبقى 5 4 1. ده كان الشكل اللي كان الاهلي ماشي عليه. على الناحيه الثانيه بيراميدز اللي كان في عنده مشاكل في الدفاع، كان في الاهلي كان لاقي مساحات، الاهلي كان في كور بيعملها، بيضرب فجاه الدفاع، بتلاقي بيراميدز 2 ولا حاجه ولا 3، والكور بتقطع بتاكل اكتر من مره تحصل. تلاقي الاهلي بيعمل كوره حلوه 1 2، خلاص الكوره هتكمل ولو كملت هتبقى جون. يوم احمد سامي في الغالب ده اللي كان اداء النهارده بصراحه لازم اشيد بيه، اداؤه كان كويس جدا في الماتش. يوم عامل تاكل ومطلع الكوره كل شويه، يوم عامل تاكل مطلع الكوره، تاكل مطلع الكوره. فواضح ان فعلا في بيراميدز كانوا بيتضربوا بالكور سهله، حصلت كذا مره، وخصوصا في الناحيه اليمين اللي هي ناحيه حسين الشحات، حصلت كذا مره، وبالذات بانت قوي في الشوط الاول لما الاهلي في اول 5 دقائق تقريبا نقل الكره 3 مرات، كره عرضيه جايه من الاقصى الشمالي لاقصى اليمين من ورا لقدام خالص، وبتتنقل وبتوصل وبتستلم وبتدخل.
فواضح ان بيراميدز عنده مشكله في الناحيه دي. الناحيه دي اللي بيلعب عليها احمد توفيق، مش عارف هل هو المشكله ولا الدور التكتيكي اللي هو واخده، لكن بانت في مشكله عند بيراميدز في الناحيه دي. ابسط حاجه اول 3 دقائق في الماتش واول 5 دقائق في الماتش 3 مرات الكور بتتنقل، الغالب بيكون كريم فؤاد لحسين الشحات او خالد عبد الفتاح وات ايفر اللي موجود ناحيه اليمين، الكوره بتتنقل قطريه عرضيه ومساحه فاضيه، الاهلي كل شويه يعمل 1 2 في نفس المساحه. ففي مشكله عند بيراميدز في النقطه دي. في كمان مشكله بين الفخري اللقاي ما بيرجعش اغلب الوقت يعني، فانت في لينك ضايع بين المدافع اللعيب اللي قدامه المفروض يجي يسانده، فبيبقى في لعبك. الاهلي حتى ما بيجي بيحضر الكوره وبيرجع لورا وبتلاقي رصه بيراميدز، بتلاقي برده في نص الملعب ناحيه اليمين في برده فجوه، تلاقي يوم واحد مستلم الكوره عامل شيب باس، عامل باس، مرجع الكوره. في حاجه لازم تحصل. الماتش كان فيه مهارات فرديه كتير من رضا سليم، من وسام ابو علي، حسين الشحات، امام. الماتش كان فيه عنف، كان فيه عنف طبعا. فقره الشيبي انا عايز اعرف مين اللي اداله تاشيره دخول مصر بجد، مين اللي فكر يتعاقد مع اللعيب ده، مين اللي اداله تاشيره مصر. يعني هو كلاعب يعني انا حتى شايف ان هو مش كويس، يعني هو بيبقى رخم في الملعب، بيبقى لعيب مرازي اللي هو انا جاي هرازيك اداء بقى وحاجات. ما اعتقدش الشيبي بيأدي اداء كويس مع بيراميدز. يمكن لو حد متابع اكتر ممكن يقول انا مش متابع الدوري المصري، بحس ان هو لعيب عادي مش السوبر ستار والصفقه ده طبعا بقى بعيد عن اخلاقياته واللي طبعا حصلت من فترات طويله، يعني من ماتش كاس مصر اللي كان في الامارات تقريبا، كان كاس مصر او السوبر حاجه كده اللي كان في الامارات، والشيبي وهتافاته ضد الجمهور الاهلي، وطبعا الاهلي سلخوا اليوم ده، والشيبي تاني قدام ماتش الاهلي اللي كان في مصر، والشيبي تالت مع حسين الشحات لما ضربه بالقلم، والشيبي رابع هنا. فلا الشيبي يعني كولر ناقل حسين الشحات من الشمال لليمين عشان يبعدوا عنك، تقوم انت رايح اليمين وتديله واحده في ركبته ومتضايق وراح يشتمه. حسين الشحات ذكي، حسين الشحات مصطلح الكوره هو لبسه دخل فيه اداله في الركبه. ركبه حسين يعني كان ممكن تبقى اصابه قويه، لكن الحمد لله ربنا عداها على خير. لكن هو لبسه، قعد يتشقلب في الارض، كبر الاصابه، شعله بين اللعيبه، تاتش بين اللعيبه، هوب دبت الخناقه، لبس اللعيب، خلاه ياخد طرد ويخرج من الملعب، وخلى صورته تتصدر قدام الجمهور وقدام الاعلام وقدام كل الناس اللي كانت فاتحه الشاشه وبتتفرج على الماتش ان الشيبي هو اللي غلطان، الشيبي لعيب لازم يتعاقب بغض النظر عن مشكلته هو حسين الشحات والخلافات الشخصيه، لكن دي في الملاعب ما ينفعش. يعني انت مشكلتك الشخصيه معاه بره، لكن مش انت مش داخل تقتله، يعني الموضوع مش الدرجات. والشيبي بصراحه لو حد هيكلمني يعني عن قضيته مع حسين الشحات هو يستحق القلم. المنظر اللي شفناه النهارده في الماتش لا، ده يستحق 100 قلم. يعني خبطه ورايح معترض على الحكم ورايح يضرب اللعيبه وعمال يشتم فيهم ومش راضي يطلع من الملعب، وبعدين قلع التيشيرت فاكر نفسه ميسي ورفعه للجمهور الاهلي. فاللعيب في حاجه هنا لازم تتظبط عنده. الاهلي بدا الموضوع بقى في الاخر وابتدى يدخل في الجد، ونزول رمضان صبحي اللي يعني بعد غياب فتره طويله طبعا كان ظهور اسعدني انا شخصيا ان اشوف حد شبه رمضان صبحي تاني في الملاعب، وادى اداء كويس. يعني بعدد الدقايق اللي لعبها بصراحه عمل اداء كويس، كان لعيب اكتر بيحرك لعب، ادى كام باس كويسين جدا، شاط كوره كانت كويسه. اداء من رمضان العدد الدقايق اللي نزلها بالنسبه للغياب والفتره الطويله حاجه اديله 10 من 10 عليها. وعشان الاهلي يتفاجئ بالطرد بخالد عبد الفتاح اللي يعمل تاكل تقريبا كان وليد الكارتي عشان ياخد طرد هو كمان، فيبقى متساويين الكفتين، فالاهلي اتحط في الازمه. فيبتدي كولر بالتبديلات ينزل قفشه وكهربا وديانج، ويبتدي الاهلي يدافع ويبقى بكهربا كهو راس الحربه يضغط على اللعيبه، وديانج وراه جسمه دبابه بيسد عشان اي كره تيجي يقوم داخل مدي كتف مدي تاكل مدي كده، يعني الحاجات دي. وعشان الاهلي في الاخر 3 دقايق ولا 4 دقايق في الماتش يعمل حوالي تقريبا كانوا كورتين، الكوره اللي قفشه حاول يمرقص فيها وحاول يعدي فيها من احمد الشناوي لكن الكوره ما كانتش ظابطه تحت رجله، والكوره تانية اللي كهربا شاطها وضيعها. الماتش كتاكتكس فالفريقين كانوا كويسين، الفريقين كانوا قريبين في المستوى الفريقين، ودي حاجه اللي انا بحب اشوفها. التحضير الكتير ده بيبقى بايخ، تقعد تستلم وتقعد تباظي وتقعد بقى لا 5 دقايق يقعد يحضر في هجمه عشان يعمل هجمه، في اخر هجمه تبقى بايظه خالص. ده سريع، ريتمه كان سريع، حتى 15 ماتش بدون هزيمه، ريكورد كويس النادي الاهلي. في النهايه طبعا مبروك للاهلي ومبروك لكل جمهوره العظيم، وسلام.